السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. ومرحبا بالناس القدام والناس الجداد اللي انضموا للقناه. شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم وعلى التعليق الزوينه ديالكم اللي كتخليو ليا وكلامكم الطيب، فشكرا لكم بزاف بزاف ولله يخطيكم. كيف ما كتلاحظوا معايا الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم كاب كيك بالشوكولا، كيجي رائع وخفيف وكيجي مهوي من الداخل. ونبداو بسم الله على بركة الله. كنحتاج 2 بيضات وكاس من السكر حبيبات، وعندي كيس من السكر فاني، بطبيعة الحال السكر حسب الذوق. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضهم مزيان، ضروري نخدموهم مزيان فاش كل ما طربنا البيض مزيان مع السكر فكيجينا الكيك ديالنا مهوي وخفيف. كنخدم مزيان حتى كيولي اللون ديالو مائل للبياض. يمكن لكم تنسموهم بالقشور ديال البرتقال اولا ديال الليمون اي الحامض، استعملوا اي نكهه كتفضلوا. كنضيف كاس الا ربع من الزيت. شفتوا معايا الخليط ديال البيض والسكر، كنطربو مزيان حتى كيولي اللون ديالو بيض بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا في الفيديو هكا، باش كينجح معنا الكيك ديالنا كيف ما قلت لكم كيجي مهوي وخفيف من الداخل. بالنسبه للزيت كنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنخلط. وعندي كاس ديال اللبن، هذا اللبن ماشي الحليب، هذا اللبن كنعاود نقولها لكم ماشي الحليب. وانتم لكم الاختيار، ديروا الحليب اولا ديروا الياغورت ديال الفاني اللي بغيتو نتوما، اولا ضيفوا اللبن اللي كيبغي اللبن، كيجي زوين باللبن. غنطرب غير شويه وصافي على ما يتجانسوا لي المكونات مع بعضهم، ما نبالغش بزاف في التطراب. صافي دابا غادي ندوز باش نضيف النواشف. عندي هنايا 2 الكؤوس ديال الدقيق عبار بالكاس د العنبه. نتوما ضيفوا الدقيق بالتدريج لان كيبقى على حسب السوائل وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق كما كنقول لكم دائما. وغادي نضيف كيس من الكاكاو المر. انا بالنسبه ليا غير كيس واحد راه كافي، خليكم تخدموا بجوج ولا عندكم ديال العبار خذوا 2 معالق. وكنضيف 2 اكياس من خميره الحلويات. صافي كنغربل الكل مع بعضو باش ما كيبقاوش ليا دوك الكويرات ديال الكاكاو اولا ديال الدقيق. واحد الحاجه البنات، كاينين شي وحدين كيدخلوا كيديروا لايك، كيديروا مشاهده، كيديروا كومونتير. شكرا لكم، لله يخطيكم، الله يجزيكم بخير. نتوما كتعرفوا بحق الثمره وكتعرفوا بحق التعب اللي كنتعبوا في هاد لي فيديو، حيت ماشي ساهل باش كتحطي الفيديو اولا كتصوريه اولا. شكرا لكم بزاف، جزيل الشكر، لله يخطيكم. لكن كاينين شي وحدين ماشي كلشي، ما كنعممش، كاين غير شي فئه قليله كيدخلوا كيديروا نص مشاهده، ما كيديروش لايك، كيديروا كومونتير وكيخرجوا. تمحنتوا، والله الا تمحنتوا. اش غنقول لكم، ما عرفت ما نقول لكم الصراحه. رغم انكم حتى نتوما بحالي كتضربوا تماره في الفيديو وكتعبوا عليهم، انا كندخل عندكم كندير لكم اللايك وكندير لكم كومونتير زوين باش هكا كتشجعوا كتزيدوا كتعطوا فيديوهات اكثر. كل واحد كيكتب لك كومونتير زوين راه اكيد كيفرحك وكيشجعك باش هكا كتزيدي كتعطي لي فيديو اكثر واكثر. لكن نتوما انا ما عرفتش ما نقول لكم. الله يهديكم، الله يهديكم. غير بغيو الخير للناس كيف ما كتبغيو لنفسكم، غير بغيو الخير، خليو العباد منهم لله. انت بغي الخير وانت بغي الخير لواحد اخر وربي اللي غيجازيك، ماشي العبد، راه ربي اللي غادي يجازيك. هذا ما غنقول لكم. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو. هادشي اللي عطا الله. الحاجه اللي ما عجبتنيش راه كنقولها، هادشي اللي كاين. المهم كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو القوام ديال الكيك كيكون شويه ثقيل،
كما كتلاحظوا معايا راني ضفت ليه معلقه كبيره ديال الخل. المهم انا باش نقربكم للصوره اكثر، الخليط ديال هاد الكاب كيك ما كيكونش خفيف نهائيا، كيكون ثقيل. وبالنسبه للفران كتشعلوا عليه الفوق والتحت في دقه واحده، كتخلوه كيسخن شويه، ما يكونش سخون بزاف، غير شويه، وكتدخلوا لي كاب كيك ديالكم للفران. صافي دابا غادي نبدا نفرغ هاد الكيك ديالي في القوالب بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للعماره ديال لي كاب كيك ما كنعمروهمش بزاف وما كنخليوهمش ثاني في النص، كنخليو تقريبا واحد نص سنتيم بحال هكاك صافي. وكان كن صافي هادشي اللي كاين. كيعطيو كميه كثيره لاني انا ضوبلت المقادير كيف ما كتشوفوا معايا. انا اللي كنخدم غير بيضه وحده، ودابا خدمت بجوج ديال البيضات، راه كيعطيني كميه اكثر من هكا. انا صورت معاكم غير هاد الكميه هادي. المهم نتوما الا بغيتو تخدموا ببيضه وحده خدموا، بغيتو ديروا نفس المقادير اللي انا درت اللي بغيتو. المهم هاد المقادير اللي درت انا راه كيعطيو كميه كثيره كيف ما قلت لكم. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نعمر القوالب كامل اللي عندي، وعاد نرجع معكم باش نزينهم. بالنسبه للتزيين بغيتو تزينوهم دابا، بغيتو تخلوهم حتى تخرجوهم من الفران اللي بغيتو. انا درت لهم هنا شويه ديال الشوكولا وشويه ديال الفستق. هذا كان عندي شحال هذه، كنبقى عندي واحد شويه. زينو باللوز، الكركاع، الزبيب، اللي متوفر كلشي كيجي زوين. ودابا من بعد ما زينتهم غادي ندخلهم للفران كيف ما قلت لكم، النار تكون من الفوق ومن التحت. وهذا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران. ضفت عليهم شويه ديال الكركاع مهرمش وشويه ديال الشوكولا ذوبتها وزينت بها من الفوق. كيجيو زوينين ولذاذ وهشاشين، كيجيو خفاف من الداخل. نتوما كيف ما كتشوفوا حليت معكم وحيده، راه كيجيو رطبين وزوينين، كيجيو رائعين. نتمنى تجربوهم. خليتكم على خير.